ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ انا تالين. يلا بينا نكمل الجولة في الطابق التاني. اول ما ندخل على الطابق التاني بصوا هنا على الجنب، دي الجزامة بتاعتي، بحط فيها كل الشوزات بتاعتي، بحبها قوي قوي، حبيت احطها هنا اول ما ندخل على الطابق التاني. وده بقى الريسبشن اللي فوق، وده اكتر حاجة بحبها في البيت كله. كل حاجة فيه بتبقى هادية وبيبقى نظيف وبيديني إحساس بالراحة، شكله بسيط وشيك ودايما بحب أقعد فيه. يلا بينا نكمل الجولة وندخل على الأوض. أما دي بقى باين من لونها إنها أوضة البنات. هنا السرير موجود جنب البلكونة عشان أول ما أصحى الصبح نور الشمس بيدخلي على طول. وهنا جنب السرير في كرسيين كيوت ومعاهم ترابيزة صغيرة، بحب اقعد عليهم لما اجي اكل او اشرب حاجة. اما الكنبة دي بحبها جدا وبحب اقعد عليها، ودي ترابيزة كبيرة ومسند صغيرين عشان يخلوا المكان شيك وحلو. اكتر اوضة مميزة في البيت واكتر اوضة بحبها جدا. يلا بينا نكمل الجولة وندخل على بقية الاوض. ودول كرسيين كيوت، حبيت احطهم هنا مع الشجر زي اللي تحت. حبيت احط المراية دي هنا عشان تديني شكل كيوت. ودي بقى اوضة الاطفال، فيها سريرين كيوت، وهنا في مكتبة فيها العاب بتاعتهم، وهنا في كرسيين شكلهم لذاذ خالص. ودولاب البيبي ده بيكون احسن حاجة في الاوضة. وتعالوا اوريكم بيت اللعب بتاعهم، ده بيكون بيت اللعب بتاعهم. ويلا بينا نروح على أوضة الولاد. أول ما تدخلوا هتلاقوا السرير حبيت يكون لونه أبيض وكبير ومريح. وهنا في الجنب في دولاب كبير، ودي شماعة عشان يحط فيها الهدوم. وهنا شباك بيطل على منظر حلو، ثانية هفتحه. النور هنا قوي وبيخلي الأوضة منورة وجميلة. تحت الشباك هنا في كرسيين بيقعدوا عليهم لما بيتكلموا مع بعض. الأوضة دي بسيطة بس مرتبة. يلا بينا نروح نشوف أوضة بابا وماما. وقبل ما ندخل على أوضة بابا وماما، ده الدريسنج بتاع بابا وماما. يلا بينا أوريكم أوضة بابا وماما. ودي بقى أوضة بابا وماما، من أهدى وأجمل الأوض في البيت. لونها مريح، وأول ما تدخلي بتحس بهدوء وسكينة مش طبيعية. السرير كبير ومريح وشيك جدا، والرسمة اللي على الحيطة دي مريحة، شكلها شيك جدا للمكان، ومناسبة جدا مع ديكور الأوضة. وهنا في مراية مدية شكل لذيذ خالص للمكان. وهنا التلفزيون، وهنا في شباك كبير، والستارة لونها ناعم وهادي جدا. كل ركن في الأوضة دي عاملة زي الهواء الدافي وبحبها جدا. وزي ما انتوا شايفين كده دي الأوضة كاملة. وبكده نكون خلصنا الجولة في البيت كله. أول جولة في أول بيت ليا. لو حبيتوا تشوفوا باقي البيوت قولولي في الكومنتات، وقولولي ايه أكتر أوضة أو أكتر ركن في البيت عجبكم. لو حبيتوا الجولة ما تنسوش تعملولي لايك وكومنت للفيديو، وتشتركوا في القناة علشان تشوفوا الجولات الجاية. باي باي يا حلوين.